طبعا انا عندي سؤالين، بس السؤال الاولاني اللي قلته للاستاذ احمد، هل مصدر الفرامل العمومي من اول 2014 ل 26 هل ليه طقم اصلاح وطاقيه والكلام ده كله؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني في الحاج يوسف مسعد معاه عربيه 2013، بيقول لي انا العربيه بتبطل من لما بيبطلها الفرامل بتحجر، تمام كده. وعم عبد الله سامي برضو بيقول لي الفرامل معاه مش مظبوطه، بتمسك من لمسه البدال نص هوا والنص بيمسك وبتسخن الطنابير. تيجي معايا نشوف الاستاذ احمد هيقول لنا ايه. استاذ احمد، المصر ال 14 اسئله كتير احنا اتسالنا ليها على موضوع ان هي هل بتتصلح ولا لا. تمام. الماستر الفرامل العموم ال 14. يلا. بالنسبه حضرتك للماستر ال 2000 ابتداء من 2014، تمام. اي حد يقول لك تصليح فالموضوع ده فاشل. تصليح لماستر 2014 ممنوع. الماستر العمومي. الماستر العمومي تمام. ممنوع، ما بينفعش. ده حضرتك اتفضل، دي مساطر اهي، كل دي مساطر، غير طبعا المتواجد تحت. كل دي مساطر 2000 ابتداء من 2014 لموديل السنه. تمام. ابتداء من 2014 لموديل لموديل السنه. حضرتك ده ماستر اصلي بتاع بلاد اهو، بعد اذنك كده تعالى. الماستر الاصلي لاي صنايعي، طبعا اي صنايعي عارف المعلومه دي. ده الماستر الاصلي اهو. ده الماستر بتاع بلاد العربيه. تمام. الماستر ده لسه مخلوع النهارده الصبح. النهارده اتغير النهارده الصبح. حضرتك ماشي. تمام. وده طبعا الصيني برضو بنفس العيب. وده برضو صيني بنفس العيب. وده اصلي برضو بنفس العيب. كل المساطر اللي حضرتك شايفها دي غير المساطر اللي موجوده في المخزن موجوده بنفس العيب اللي بيبوظ هو من ايه يا اسطى؟ عيب واحد. بيبوظ من ايه؟ تعالى يا باشمهندس بعد اذن حضرتك كده. معاك. ده السيرفو بتاع ال 2014 او ابتداء من 2014. تمام. تمام. طبعا السيرفو برضو 2014 ما بيتصلحش. لسه برضه هنتكلم في النقطه دي ان شاء الله باذن الله، عشان ده لسه جاي. لسه متغير. اصلي كان عندي سيرفو وغيرته برضه. الراجل بعض الناس ناس محترمه جايه برضه من طريق فيديوهاتنا، وراجل قمه الادب والاحترام. تمام. كان عندي سيرفو اصلي، وده السيرفو بتاع حضرته اهو. لسه برضه الحلقه الجايه باذن الله هنفور ونشوف ايه نظامه من جوه، ونقدر نخدم الناس في ايه بالنسبه لتصليحه، ان احنا لسه ما وصلناش للنقطه دي برضه. طيب تمام. نتكلم في الايه، في الماستر. نتكلم في الماستر. ده السيرفو ال 14 اهو حضرتك. ده بيبقى راكب كده. تمام. مش كده بقى، يعني ايه، في السراف بتاعت العربيات العاديه راكبه كده. ده حضرتك راكب كده بميله كده. فالطبيعي ده لما يركب كده يا باشمهندس، ده بيبقى ايه نظامه كده في العربيه. اللي هو كده طالع كده. تمام. طالع على فوق كده. فطبعا استخدام الفرامل طالع نازل طالع نازل طالع نازل، بيعمل تآكل فين؟ في الألمونيا. زي ما اتكلمنا الألمونيا يا جماعه خفيفه. ادي نتيجه بوظان الماستر. ادي حضرتك الماستر اهو. ده لسه والله متغير الصبح. ماشي. هو نظام اساتك، والاساتك موجوده بس طبعا ما بتنجحش. ان العيب يا جماعه مش في الاساتك ولا في الجلد. حتى لو جبت جلد 100,000 جلد اصلي ما بينفعش. طب بص كده حضرتك. في هنا تآكل تحت اهو. اهو شايف؟ تمام. تآكل في الجسم نفسه. وفوق هنا سليم، يعني هنا اهو سليم اهو. سليم بلاد اهو. دي حته وحته. حته اهو. دي الحته اللي تحت اهي. التآكل في الالمونيا نفسها. الاستيك عندي هنا سليم، بس الالمونيا نفسها الجسم نفسه هو اللي اتاكل. طبعا لما بيعمل تآكل في البستم برضه. تمام. ده بيبقى راكب كده، ويبدا الزيت ينزل يخر من هنا كده. يخر فين؟ جوه السيرفو. يخش على السيرفو. ده لسه متغير نتيجه ان ماستر باظ ودخل الزيت، وقعد يوم واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه لغايه لما السيرفو ادى لبوظان السيرفو. السيرفو ده مش رخيص. السيرفو ده النهارده مش اقل من 5000 جنيه ويعدي. الاصلي مش الصيني. فطبعا اهمال بالنسبه للماستر في نقصان الزيت. الزيت يا جماعه ما ينفعش ينقص. نقصان الزيت مرفوض. نقصت مره واللندا نورت وزودت ونقصت الثانيه، لازم تدور عشان لو ما دورتش انت اللي هتغرم. تمام. ده بالنسبه للماستر ابتداء من 2014 يا باشمهندس. زي ما انت شايف حضرتك كده كل المساطر دي عيبها واحد. كلها عيبها واحد. بتأدي لتهريب لو هي ما حضرتش. والعيب الثاني ان بيبدا ان الماستر الجسم نفسه يتاكل ويدخل زيت جوه السيرفو. تمام. طبعا نتكلم بالنسبه للماستر. الماستر الصيني بالنسبه لل 14 شغال محترم. تمام.
محترم محترم محترم. بالنسبه للناس اللي هي مش حابه تجيب صيني، لا الصيني كويس. حضرتك مقتدر وعايز تجيب حل زيرو، هات شغال. بس بالنسبه للمساطر ال 14 في الصيني شغاله محترمه وما حدش اشتكى منها. لا لا زي الفل، تمام زي الفل، مفيش منها اي مشاكل خالص. طب نرد على سؤال اخونا الحاج يوسف. عربيه معاه عربيه 2013 لما بيجي يبطل العربيه الفرامل معاه بتحجر، ايه السبب؟ اول ما بيجي يبطل العربيه ده تسريف في السيرفو، ده تسريف. طول ما العربيه دايره العربيه كويسه وماشيه و100 100. اول ما يبدا يبطل ده بيبدا نتيجه ال سي يبقى فيه قطع بسيط مش طاقيه. ده كده اصل هي لو طاقيه هتحجر معاه باستمرار، وهو مثلا واقف وهو ماشي داخل على مطب ومحمل رجليه البدال هيعلى لوحده، ده خلاص كده الطواقي جابت اخرها. انما حته ان انا ابطل العربيه ومجرد ما ابطل العربيه لا البدال نشف تحت رجلي، ده الألسي يا اللي قدام يا اللي ورا. ألسي ايه بقى؟ ألسي الفبره، ألسي السيرفو برضه ألسي هو عيب. السيرفو. عيب في السيرفو برضه. بس زي ما احنا اتكلمنا دي بطيخه مقفوله، تمام. طالما في عله هيتفور. افرض وانا بفور لقيت حاله الطاقيه 50%، لا اشيلها خالص وانضف بقى. طالما فورت وحليت انضف كل ده كده عشان اقفل على النظافه. تمام. عم عبد الله سامي بيقول لك الفرامل مش مظبوطه معاه، بتمسك والبدال ايه بيبقى نص في الهواء والطنابير بتسخن معاه. تمام. لو هو سيرفو صيني زي ما اتكلمنا برضه هو الزغاد واطي، سيرفو ياباني هيضطر ان هو يحل العجل ويشوف ايه المشكله اللي هتقابله ورا، عشان ممكن يكون في بيستم. مش شرط ان هو بيضرب زيت، بس ممكن يكون بينشع زيت بيخلي العربيه مع السخونيه تمص هواء تدي وطيان في البدال معاه. تمام. فيديو مهم جدا. احنا في خدمتكم في اي وقت. عندك مشكله في اي حاجه كلمني تحت امرك. التليفون بتاع اللوست احمد. بص انا مصور مع اكتر من 25 صنايعي عندنا، ميكانيكيه على بتوع فرامل على بتوع طلمبات. اي حاجه محتاجها كلمنا يا باشا، احنا نقدر نوجهك للصنايعي اقرب صنايعي لمحافظتك، احنا نبعتك ليه. طبعا. انا كنت معاكم عزت المصري، لكم التحيه والمصري الحب كله، واشكركم على المتابعه.